ولا تنسوا الفضل بينكم. النهارده معانا ومعاكم الحاج معتز كشك صاحب كافيه نعمه بيه، اللي احنا النهارده في ضيافته، واللي الراجل عمل معانا فوق الصح. شكرا جزيلا على كرم الضيافه، واحنا سعداء قوي ان احنا موجودين على كافيه نعمه بيه. ولازم نشكر الحاج معتز كشك اللي دايما سباق بالخير، اللي دايما سيرته حلوه، اللي دايما الناس كلها بتحبه، واحنا سعداء بوجودنا. ولازم نقول الكلام ده على الهوا لان انت راجل محترم، كل الناس بتشكر فيك. كافيه نضيف، انا بدعوكم كلكم تروحوا كافيه نعمه بيه، هتتفرجوا على الماتش بشكل مختلف، هتقابلوا ناس مختلفه، هتشوفوا الاجواء مختلفه جدا جدا. يا جماعه نرجع لك يا حاج معتز، شكرا جزيلا. احنا عايزين نرحب بيك اكتر من كده، بس شكرا جزيلا على وجودنا معاك. شرفتنا حضرتك والمجموعه الشرفيه اللي معاك وفريق العمل بتاع حضرتك، انتوا شرفتونا ونورتونا في مكاننا هنا، واحنا سعداء بوجودكم ما بيننا. وان شاء الله اللي جاي احسن للمنتخب، وباذن الله يصعد للاخر. ووشك السمح ده هناخد للبطوله، وشك سمح كلها تفرح بالمنتخب ان شاء طب الله. ايه رايك النهارده في اداء المنتخب؟ وعايز اخدك بس حاجه على السريع. هو يعني كان بيمشي رجليه، هو ما كانش فيه لعب النهارده لان كله تحصيل حاصل. ان كده ان شاء الله صاعدين، اللي جاي احسن بيه. انت راجل خبره وقديم وعاشرت من الخطيب للضز والناس كتير. طبعا. احساسك ايه بالمنتخب المصري النهارده؟ احساسك ايه بحسام حسن؟ ان شاء الله يعني خطه حسام حسن واللي عمله النهارده، ومريح اللعيبه بتاعتنا اللي هي الدفاع والناس الاساسيين وراس الحربه ومحمد صلاح والناس دي كلها، ان هو يريحهم الماتش ده، يبقى هو مستعد اللي جاي، واللي جاي احسن ان شاء الله. بالتوفيق وبالنجاح الدائم للكافيه. شكرا جزيلا يا عم.